هذه هي أخطر حاجة علينا كشعب، هي يردون أعداء مع بعضياتنا. حين يرى الشعب في الشعب أنه العدو يموت الشعب. وسمعوا لهذا الفيديو وقراوه مزيان وشوفوا هاد الناس شكون اللي تيسحب اليوم أنه هو العدو، هما ولاد الشعب، وتيشوفوا في ولاد الشعب أنهم العدو، لأنهم ما قادرينش يتكلموا على العدو الحقيقي. تصنطوا. انا كنتحدى كل شيء، هضره خاويه هذه. خليه يبعبع، خليه دابا تشريه، خليه يبعبع. عاد سنه تشريه، خليه يبعبع. وبزز منه عايشريه وعيبعبع عنده. احنا ما بغيناش بزز منه عايشريه وعيبعبع عنده في دارو. للأسف ولينا حقارة، للأسف ولا أي واحد عنده درهم كيحقر اللي عنده 10 ريال. للأسف أي واحد كيبيع شي حاجة ولا عنده شي خدمة تيشوف كيفاش ياكلك انت ولد الشعب وهو ولد الشعب. اكتوى بنار ارتفاع الأسعار، ولكن تيشوف بأن الحل الوحيد اللي بقى عنده هو أنه يطحنك حتى انت. وهكذا تيردون أعداء لبعضنا. تتلقى دابا الكساب تيشوف بأنه المواطن المغربي العادي اللي ما عندوش وما يكسبش عباد الله، تتلقى بأنه خدام 100 درهم في النهار. كيفاش بغيتيه أنه يشري لك انت حولي ب 4000 درهم ب 5000 درهم. وكتلقى عاوتاني المواطن البسيط تيشوف في الكساب أنه العدو. ولكن في نهاية المطاف راه كلنا دايزة علينا الجنوية، وهذه سياسة نتعرض لها. وراه تنشوفوا في المغرب راه في موسم السياحة كتمشي لأي بلاصة سياحية قلت سياحية تتلقى بأنه تيزيدوا عليك، تيكويوك، تيزيدوا على المغربي. وكتلقى بأنه مول الحانوت مول كدام أي واحد طاحت في يديه شي سلعة في واحد الوقت معين اللي تيشوف بأنه ممكن يطيح عليك، أو لا كتلقى بأنه راه غير هو اللي كاين، يعني ما عندوش منافس تما ولا غايبيع لك بالثمن اللي بغا. وهكا كنوليو نشوفوا بعضياتنا باننا اعداء لبعضياتنا، وهكا كنوليو نحقدوا على بعضياتنا، وهكا ما عمرنا غنتحدوا، لانني غنعتبرك بانك كويتيني واحد النهار وغليتي عليا واحد النهار وما عقلتيش عليا واحد النهار. ولكن كون جيت للخاطر ديالك غنلقى بانها سياسه خضعنا ليها جميعا. غنلقى بانني زدت عليك حيت زدت عليا هاد الماده وهاد الماده وهاد الماده وهاد الماده، وحيت انا راه طحنوني داك الشيء علاش حتى انا بغيت نعوض ولا كذا ولا كذا. وهكذا تغلغل هذا الفيروس، وهكذا دخل فينا هذا الشيء، وهكذا ولا المغربي ما كيعقلش على خوه المغربي، وهكذا ولينا كنفترسوا في بعضياتنا لاننا ما قادرينش نقولوا بان هذا الشيء نتاج لواحد السياسات اللي هي فاشله، اللي رفعت الاسعار لواحد المستويات اللي هي كبيره وكبيره وكبيره بزاف. وتنشوفوا بان الدوله ما كتهبطش انها تحارب الاحتكار، وما كتهبطش انها تشوف مثلا في واحد البلاصه سندويتش كيتباع ب 10 دراهم ولكن في شي وقيته واحده اخرى كيتباع ب 60 درهم. ما كيهبطوش لانه باغيينك انك تحقد على هذاك، باغينك ني تشوف داك التناقض وتشوف ديك المفارقه باش تقول هاد المغاربه كلهم تخنششوا وكلهم ولاو فراقشيه وهذا ما غيعقلش عليك المغربي، وحتى هو يقول المغربي ما غيعقلش عليك. صافي وكنبقاو نطحنوا في بعضياتنا، وحنا في عمق وفي جوهر هذا الشيء راه كنخدموا واحد الاجنده. في عمق وفي جوهر هذا الشيء ما عمرنا غنتحدوا، ما عمر كلمتنا غتكون وحده، وما عمرنا غنتحدوا باش ندير شي حاجه. وكذلك الاخلاق ديالنا تيمشيو فيها، الانسانيه ديالنا كتمشي فيها. كنتحولوا لوحوش، وحوش نضاريه مفترسين بشويه 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 حتى يولي داك الشيء يجينا عادي، حتى نوليو اعداء ديال بعضياتنا النيت، حتى نوليو ما تنعقلوش على بعضياتنا النيت. وراه بدات وغتكونوا كتلاحظوها. غتشوفوا فينا هما القيم ديال المغاربه، فينا هما الاخلاق ديال المغاربه، فينا هو الجود والكرم ديال المغاربه، فينا هي التمغربيت، فينا هي نعقل على جاري، فينا هي نعقل على هذا، فينا هي ولات واحد اللهفه اللي هي كبيره وزرعوها فينا وما بقى حد كيعقل على حد.
وأقول لكم يا مغاربة انتبهوا أرجوكم، لأنه هنا فين كاين الخطر. نهار غنحقدوا على بعضياتنا وراه بدات، نهار ما غنبقاوش نعقلوا على بعضياتنا وراه بدات، نهار غنوليو ما نشوفوش الجانب الأخلاقي. واش ياك ما سمرت هاد المرأة هاد الأرملة، ياك ما ربحت منها واحد الربح اللي غير أخلاقي، ياك ما قسما بالله تنمشيو فيها، لانه هي غتحقد عليا، وانت غدا عاوتاني عندك سلعه واحده اخرى وخدمه واحده اخرى خاصك غتمشي وغيسمروك حتى انت وغتحقد عليهم صافي، وغنوليو كما نقول بالامازيغيه بيشنف. يعني يعني صافي سالات، يصبح الشعب عدو الشعب وهنا يموت الشعب. يقدر نكونوا باقيين كنتمشاو عادي كذا، ولكن جوهر الشعب، تجانس الشعب، اتحاد الشعب، الشعب باعتباره فاعل سياسي مستقل هو نتا هو الشعب، غادي نموتوا، غنوليو مجرد مستهلكين ومجرد لاهثين وراء الثراء وراء الفلوس وصافي. ما يبقى عندنا لا صوت لا وزن لا وعي لا حتى حاجه، لا احتجاج لا استنكار لا والو. صافي غنوليو غير آلات، غنوليو كيما بغاونا النيت، غنوليو غير تناكلو تنشربو تنحاولو نجمعو الفلوس، واللي جا في طريقنا نسمروه.